دول الكلب ده بيدور عليا. ازيك يا سعاد، عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام والله الحمد لله. سعديه يا حبيبتي. شفتي يا اختي اللي احنا بقينا فيه والاسعار اللي بقينا فيها؟ ده يا اختي الفراخ الكيلو بقت 90 جنيه. اه والله يا اختي، حتى اللحمه ما تبقاش في حالها، بقت ب 260 جنيه. يا اختي الواحد ما بقاش يعرف يعمل ايه والله، مصاريف العيال والدروس والمدارس، والله الواحد تعب يا شيخه. اه والله يا بنتي يا سعديه. بقول لك ايه صحيح، ما تقولي لي كده اي نكته من بتوع زمان كده يفكونا شويه من اللي احنا فيه ده. والله يا بنت فكرتني في الذي مضى ونكتنا. خدي يا بنت النكته دي. بيقولك مره واحد رايح لواحد صاحبه، فالبواب وقفه بيقول له انت طالع لمين؟ قال له طالع اسمر شويه البابايا. قال له يا استاذ طالع لمين في العماره؟ يخرب بيتك يا بنت يا سعديه. خدي دي كمان. بيقولك مره واحد عصبي جدا ضرسه تعبان، راح الدكتور الاسنان قال له اخلع الضروس كلها وسيبه هو لوحده عشان يتعلم الادب. طب خدي بقى دي من عندي يا بنتي يا سعديه. يقولك مره 2 ضباع واقفين، فالضبع قال للضبع التاني تعرف تطلع الشجره دي؟ قال له طبعا. بيقولك يا بنت خدي دي بقى من عندي. بيقولك واحد ومراته كبار في السن، عواجيز يعني، قاعدين مع بعض. قال لها ايه رايك نرجع ايام شبابنا؟ قالت له اوك. قال لها خلاص هروح استناكي نتقابل بره. وراح استناها كتير جدا، قعد مستنيها ورا الشجره في المكان بتاعهم يعني، ما جاتش. راح رجع البيت لقاها بتعيط. قال لها مالك بس؟ قالت له ابويا ما وافقش يخرجني. لا دي بايخه شويه، قولي واحده كمان. لا بصي بقى هقولك على حاجه حصلت معايا انا شخصيا امبارح. اتخانقت انا وحموكشه، وراح يا اختي عمل لي ايه بالليل؟ حط لي ورقه. قال ايه عشان بقى ما بنكلمش بعض؟ راح حط لي ورقه جنب السرير بيقول لي صحيني الصبح الساعه 6:30. صحي يا اختي الصبح بيبص في الساعه لقاها 10، ولقاني حاطه جنبي ورقه جنبي كاتبه فيها ايه؟ اصحى الساعه بقت 6:30. يخرب بيتك يا سعديه هموت. بصي يا اختي، طب هقولك على فزوره. في 26 واحد داخلين مطعم، ماشي؟ والمطعم ده رايحين ياكلوا، يعني المطعم ده ما فيهوش غير 21 كرسي بس، هنقعدهم ازاي؟ يوه مش عارفه. طب ما تقولي لي انت ازاي؟ طب نسيب لكم انتوا بقى الفزوره دي يا حبايب حموكشه، تردلنا في التعليقات ايه هي الفزوره. ماشي يا حبايب حموكش، اللي يعرف الفزوره يكتب تحت في التعليقات، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب والتعليق علشان تحلوا الفزوره، وانتظرونا في فيديوهات